السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الحنفي تي في. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جديد وآخر تطورات ملعب طنجة الكبير التي وصلت فيه الأشغال إلى النهاية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تركيب كراسي ديال دكة البدلاء، وكذلك العشب الاصطناعي التي يكون في جانب أرضية الملعب. ما تنساوش الإخوان دعمونا بشي لايك واشتراك في القناة، الفضل وليس أمر. وشكرا للناس بزاف اللي كيتفاعلوا معنا، شكرا لكم بزاف. وكما قلت لكم الإخوان، تم تركيب دكة البدلاء الملعب طنجة الكبير كيف ما غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو. وكذلك مبقاش بزاف في عملية تغليف السقف، اللي وصلت فيها الأشغال إلى المرحلة النهائية. وكذلك تم تركيب العشب الاصطناعي التي يكون في جانب أرضية الملعب. وكذلك تم تركيب اللوحة الإشارية التي تكون بجانب أرضية الملعب. كيف ما كتشوفوا معنا الإخوان، تم تركيب لوحة الإشارية، وكذلك كراسي دكة البدلاء كيف ما كتشوفوا معنا. وكذلك العشب الاصطناعي التي يكون بجانب أرضية الملعب. هذه كلها أمور تم تركيبها غير مؤخرا. الملعب كيف ما كتشوفوا أصبح بواحد الحلة جديدة. قريب إن شاء الله غادي يتم تركيب الشباك ويطراسي أرضية الملعب. مبقاش الأشغال اللي فيه اللي كثيرة، اللمسات الأخيرة وتم التشطيب الأخير اللي غادي يخلي الملعب يكون جاهز لاحتضان مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الموزمبيق. نتمنى تدعمونا بشي لايك الفيديو واشتراك في القناة، فضل ليس أمر. مبقاش لينا بزاف الإخوان ونوصلوا 200 مشترك. شكرا بزاف الناس اللي كيشتركوا معنا واللي كيتفاعلوا مع الفيديوهات ديالنا، شكرا من القلب. كيف ما كتشوفوا معنا اللوحات الإشارية ما شاء الله، كيبانوا داكشي كيبان رائع الإخوان. صراحة داكشي كيبان جميل وجميل جدا. ولو هاد المساحة اللي بقات ما بين الشباك والمدرجات اللي موراها سبق لي وهضرت على واحد المساحة اللي كبيرة وكبيرة بزاف، ولكن هاد الشيء ما كيمنعش بأنه ملعب جميل وجميل جدا. ملعب عالمي. كيف ما كتشوف معنا هنا اللوحات الإشارية التي ستكون بجانب أرضية الملعب فهي جاهزة. مبقاش بزاف باش غادي نشوفوا التشغيل ديالها وغادي نشوفوها غادي تكون جاهزة العرض الإشارات. وأرضية الملعب فهي خلاص فهي جاهزة 100%. كيف ما كتشوفوا معنا الإخوان أرضية ممتازة وممتازة جدا. من نتمنى ما يوقعش داكشي اللي وقع في الأرضية ديال المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. نتمنى حتى الجمهور ما يقتحمش أرضية الملعب. راه حتى الجمهور عنده واحد الدور في داكشي اللي وقع على أرضية الملعب، أرضية المجمع الرياضي المركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. راه الجمهور تا هو كان طرف في السبب اللي وقع على الأرضية ديالو. راه كيف ما كتشوفوا راه بادئ فيها الأشغال في إصلاح الأرضية. وهنا كما كتشوفوا معنا هاد التحفة المعمارية بمدينة طنجة. ما شاء الله، وحش عملاق. ملعب طنجة كيف ما كتشوفوا الإخوان ملعب عالمي ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا مبقاش ليه بزاف وغادي يكون إن شاء الله جاهز. ما شاء الله تحفة عالمية. شوف الإخوان على منظر فيه راه ملعب عالمي صراحة الإخوان. نتمنى الإخوان ما تبخلوش علينا بشي لايك واشتراك في القناة، فضل ليس أمر، وتبارطاجيو الفيديو. وشكرا مجددا للناس اللي يتابعوا فينا وكيتابوناو عندنا، شكرا بزاف. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو الإخوان. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. إن شاء الله نجيب لكم جديد وآخر أخبار ملعب البريد وملعب مولاي الحسن كذلك، التي سيتم افتتاحهم يوم 13 من الشهر الجاري. مبقاش ليهم وقت بزاف وغادي نشوفهم جاهزين اللي غادي يحتضنوا مباريات ديال تصفيات الملحق المؤهل إلى كأس العالم، أمريكان وكذلك كندا والمكسيك.